أذكر إن كنت قدمت قصيدا سيمفونيا أوحت به صورة لمصور، ولكنكم تذكرون في تعريف القصيد السيمفوني أنه مؤلف للأوركسترا يحاول سرد قصة أو واقعة تاريخية أو يحاول تصوير منظر من مناظر الطبيعة أو صورة بالموسيقى. واليوم أقدم قصيدة سيمفونية عنوانها جزيرة الموتى، استوحاها سيرجي رحمانينوف من صورة للمصور السويسري الألماني أرنولد بوكلين بهذا العنوان دي توتن إنسل، الجزيرة الموتى. وسأعود إلى موضوعها بعد لحظات، إنما أنتهز فرصة مصنف لا يستغرق أداؤه أكثر من 20 دقيقة لأستعرض معكم موضوع الموسيقى التصويرية بعامة، لأنها مصدر فهم خاطئ للموسيقى الغربية عند بعض الناس الذين يصرون على أن وظيفة الموسيقى الغربية الوحيدة هي التصوير وسرد القصص بالموسيقى. ولهذا نلاحظ أن كثيرا ممن يعالجون ما يسمونه الموسيقى المصرية المتطورة يضعون مؤلفات يطلقون عليها كلمة الموسيقى الصامتة، وما عرفش الموسيقى الصامتة دي تبقى ليه، لأن إذا كانت الموسيقى صامتة فلن تبلغ الأسماع حتى أسماع من يسمعون دبيب النمل. أقول نلاحظ أن كثيرا ممن يؤلفون الموسيقى التي يحسبونها متطورة يضعون لها عنوانات تصويرية زي عزبة النخل أو موج البحر وما إلى ذلك. ولا بأس من هذا النوع من المعالجة بشرط أن تقوم على فهم كامل للمادة الموسيقية وقواعد التأليف للآلة المنفردة كالبيانو أو للمجموعات الصغيرة والكبيرة من الآلات. والقصيد السيمفوني سيمفونيك بويم أو تون بويم، وبالألمانية سيمفونيشي ديختونغ أو تون ديختونغ، اصطلاح وضعه فرانس ليست في منتصف القرن الماضي، وألف في معنى قصائد كثيرة منها دانتي، فاوست، تاسو، والمقدمات تصويرا لقصيدة لامارتين، ومذبحة الهون الهمز يعني مستوحيا صورة لمصور ألماني اسمه كاولباخ، وتبعه في ذلك عدد من الموسيقيين في القرن الماضي وهذا القرن، أشهرهم ريشارد شتراوس وريمسكي كورساكوف وميلي بالاكيرييف وسانسونس وسيزار فرانك وسميتانا. وقدمت لكم نماذج هامة من فن هؤلاء في القصيد السيمفوني مكتفيا بشرح موضوعها، ولكني لا أذكر أنني توسعت في شرح الأصل في التصوير الموسيقي، لأن التصوير الموسيقي أو التصوير بالموسيقى لم يبدأ بفرانس ليست ولم ينتهي بقصيدتي أرتور أونيغير السيمفونيتين يصف فيهما ماتش كورة رجبي وقاطرة بخارية. فمنذ القرن السادس عشر والموسيقيون الأوروبيون يحاولون التصوير حتى على الآلة الموسيقية المنفردة كالهاربسيكورد، ونطالع في عنوانات مقطوعاتهم أمثال الموقعة، صيد الأرانب، البرق والرعد،
الحوى، ملاعب الدببة والقرود إلى آخره. ويذكر من طالعوا كتاب الموسيقى السيمفونية إشارتي إلى كمانجاتي شرقي جاءنا في أوروبا وقدم برنامجا من التقاسيم والبشارف والسماعيات الجميلة، ثم ختمه كي يبهر الأوروبيين طبعا بمقطوعات للكمانجة وحدها. عنوان المقطوعات: المؤذن في الفجر، طلوع الشمس على وجه أبي الهول. وختم البرنامج بما سماه العاصفة. ولهذا أعتبرني محظوظا أن سمعت في حياتي موسيقى تمثل عاصفة في فنجان. وتصور أن تستمع إلى عاصفة على كمانجة منفردة بالتصليح الشرقي والتكنيك الشرقي فقط لا غير. ثم إن باخ، وهو سيد الموسيقيين الخلص، أي الذين يكتبون الموسيقى البحت، كان مصورا عظيما بالموسيقى. ففي قصائده الدينية للأصوات والأوركسترا عن آلام المسيح عالج تصوير صياح الديك الذي ذكر بطرس الرسول بكلمات المسيح، وتصوير سقف الهيكل تمزقها العاصفة، كما صور هيندل في مؤلفاته الكورالية العظيمة الضفادع والذباب والبرد المنهمر. وكتب باخ للهاربسيكورد مقطوعة عنوانها نزوة موسيقية كابريتشو في وداع أخيه الأعز. ثم بيتهوفن في السيمفونية السادسة الباستورال وصف الريف وهبوب العاصفة وهدوءها، وقدم لعمله ببرنامج مرسوم. بل إن لبيتهوفن عملا سخيفا سقيما ليته لم يكتبه، سماه انتصار ويلينغتون في موقعة فيكتوريا، وفيه يقلد طلقات الرصاص وهزيمة المدفعية. وبعد بيتهوفن ما أكثر من وضعوا عنوانات لمؤلفاتهم للآلة الواحدة أو للأوركسترا أو حتى للرباعية الوترية. وجاء بيرليوز في سيمفونيته الفانتاستيك وقص علينا حكاية طويلة عن فنان عاشق حاول الانتحار بمخدر وحلم أحلاما مزعجة مضحكة في غفوته، كأن يقاد إلى المقصلة بتهمة قتل حبيبته، ثم يلتقي بالغادرة في العالم الآخر على لحن جنائزي يتحول إلى لحن جهنمي يصور حبيبته في صحبة شرار الساحرات. والحقيقة التي تبرز من هذا العرض السريع هي أن تطور التأليف الموسيقي وصناعة الآلات على مدى الأجيال وسع مجالات التعبير، وضاعف من قدرة الآلات الموسيقية على اختلاف ألوانها الصوتية ما يصدح منها وما يهزم وما يقرع وما ينقر. ضاعف من قدرة تلك الآلات على الإيحاء بصور من الطبيعة والإفصاح عن لواعج الإنسان وأفراحه وتأملاته. وذلك شجع الموسيقيين الرومانتيكيين على التحرر من التأليف السيمفوني في قالب السوناتا، حررهم على التحرر من التزام الحركات المنفصلة، وجعلهم يركزون التأليف على القصص والتصوير والانفعال بالوقائع وبالمناظر الطبيعية. ويقدر بنا أن لا ننسى أن الموسيقي حتى حين يؤلف موسيقى بحتة في قوالب الإنشاء الموسيقي الصميم قد يفكر بصورة أو ينفعل بواقع، وهو في هذه الأحوال وغيرها يعبر عن خلجات تشبه الخلجات
التي توحي بها الصور والقصص. خذ مثلا تشايكوفسكي، فهو بالرغم من رفضه أن يعلن عن برامج سيمفونياته كما أعلن عن برامج افتتاحياته السيمفونية، هي أعلن العنوان نفسه يدل على أنه قصد قصة معينة، زي افتتاحيات سيمفونية روميو وجولييت مثلا، أو فرانشيسكا دا ريميني. إنما في سيمفونياته بالرغم من رفضه أن يعلن عن برامجها، فإنه راح يكشف عن معانيها وحكاياتها في رسائله الخاصة، وخصوصا رسائل الكونتيسا فون ميك، فيتحدث عن القدر والصراع بين الحياة والموت إلى آخر ما عرفتم في تقديم لسيمفونيات تشايكوفسكي. فليس كل مؤلف من الموسيقى البحتة، أو وليس كل مؤلف من الموسيقى البحتة ممنوعا من التصوير، كما أنه ليس كل قصيد سيمفوني ممنوعا من البناء والتصميم الأساسي للموسيقى البحتة. وقد وضعت في كتاب الموسيقى السيمفونية قاعدة شخصية للحكم على الموسيقى التصويرية، وهي أن أنصت إليها مهملا أمر برنامجها حتى لو عرفت، فإذا قامت الموسيقى على أقدامها كبناء موسيقي كان العمل جديا. أما إذا تعكزت على موضوعها الأدبي أو التصويري أكثر من اللازم، وغالت في التهريف الموسيقي وفي تقليد الطبيعة، فإني لا أخذها مأخذ الجد. ولهذا لا يخدعني الموسيقيون بعنوانات مؤلفاتهم عن عزبة النخل أو وادي الملوك أو السد العالي، لأن الأساس الفني هو البناء الموسيقي، ولا أعني بالبناء الموسيقي أسلوب الصناعة وحده، وإنما أعني البناء الفني عموما في التناسق والمقابلة والتعارض الكونتراست، وما نحس به من منطق داخلي للعمل الموسيقي. ولنعد الآن إلى موضوع اليوم، وهو القصيدة السيمفونية تأليف سيرجاي راحمانينوف المسماة جزيرة الموتى. ولا أزعم أنني معجب إعجابا خاصا بهذا العمل، وإنما اخترته لأن عددا كبيرا من ألاف هذا البرنامج يحبون راحمانينوف، وأكره أن يقصروا حبهم لهذا الموسيقي الروسي الجاد على كونشيرتو البيانو رقم 2 وحده، أو على مقدماته للبيانو بريلود. ولذلك حرصت على أن أقدم له الكونشيرتو رقم 3 للبيانو، مش بس رقم 2، وحرصت على تقديم سيمفونياتي الثانية، واليوم أقدم قصيده السيمفوني. وما من شك في أن راحمانينوف يتميز بالعرق السلافي الصقلبي السوداوي، يجيد التعبير عن الحزن القضيم ولواعج النفس المعذبة، ولكنه يخالف تشايكوفسكي في أنه مقتصد، لا يضع قلبه المكلوم على كفه ليعرضه على حضرات المستمعين الكرام كما يفعل تشايكوفسكي. وأرجو أن لا يفهم أصدقاء الموسيقي الروسي الأعظم بيوتر إيليتش تشايكوفسكي أنني أنتقص من عبقريته، ولكن زماننا الآلي وحياتنا العقلية الإيجابية تجعلنا نكره في الفنان أن يتمادى في النشيج والنحيب تمادي مجنون ليلى. وهذا مجنون ليلى كان كلما جاءه خبر عن حبيبته ليلى أنشد الشعر ثم بكى وراح في إغماءه، أو بالعكس يغشى عليه ثم يفيق لينوح بالشعر.
أقول في عصرنا المادي وحياتنا العملية نتبرم بالتمادي في الرومانتيكية، أو كما قال برليوز وهو مجنون رومانتيكي كبير، قال يتندر بشوبان وكان أولى به أن يسخر من نفسه، قال إن شوبان لا يكف عن التماوت، أو بتعبير أصح شوبان ما فتئ يموت. وهذا تعبير قاسي جدا من برليوز الرومانتيكي عن شوبان، لأن شوبان كان فعلا مريضا بمرض خطير. صور السويسري الألماني أرنولد بوكلين سنة 1880 صورة مشهورة، نسيت مع الأسف تفاصيلها وألوانها، وقد رأيتها في ألمانيا منذ سنوات طوال ولا أذكر أين بالضبط، وبحثت في كتبي مؤخرا عن صورة منقولة منها فوجدت له صورا أخرى ولم أجد هذه الصورة. كل ما أذكره كالطيف، صورة البحر تهدأ أمواجه وهي تقترب من جونة محمية في جزيرة ذات أشجار حزينة، ربما كانت أشجار السرو، وهذه الجزيرة قائمة إلى الشمال من خليج نابولي ضمن مجموعة جزائر تسمى جزائر بونسا. اختار سكان هذه الجزائر، اختار تلك الجزيرة المنفردة مقبرة بحرية يحملون إليها موتاهم في قارب. لم يصورها بوكلين تصويرا واقعيا، وإنما تخيل جزيرة نائية عن العمران، هادئة لا يسكنها إنسان ولا تصدح الأطيار فوق أشجارها، والبحر حولها هادئ حزين، وقارب يتجه في هدوء إلى جونتها المحمية يجدف صاحبه، وقد حمل القارب نعش المتوفى يصاحبه شخص واحد، ربما كان رجل الدين القس. ألف رحمانينوف قصيدته السيمفونية المستوحاة من صورة أرنولد بوكلين سنة 1907 في فترة من أهنأ فترات حياته، حين عزف عن النجاح واجتوى التألق الاجتماعي، وهو مدير الموسيقى ورئيس أوركسترا البولشوي في موسكو، لأنه أحس بأن شعبيته والتماعه وإقبال الناس عليه تفقده روحه وتعرقل انطلاق وحيه، فاستقال وسافر إلى دريسدن بألمانيا وانقطع للتأليف الموسيقي. وفي دريسدن ألف القصيدة السيمفونية جزيرة الموتى، موضوع هذا الحديث. والأوركسترا الذي وضع له هذه القصيدة كبير، لا يكتفي بازدواج أو بأزواج من آلات النفخ، بل يعتمد على 3 فلوتات و2 من الأوبوا و1 كور أنجلي، 2 كلارينيت و1 باس كلارينيت، 2 فاغوتو و1 كونترا فاغوتو. أما النفير الكورنو فقد كتب ل6 آلات من الكورنو، ول3 ترومبيتات و3 ترومبونات، ثم كتب للنفير التوبة النفير الضخم، وكتب للطبل التيمباني وهو ما يسميه الطنبال، ثم كتب للطبل الكبير والصاجات النحاسية والأربة، وبالطبع كتب لما يناسب كل هذا من كامل الأوركسترا الوتري، فيولينات أولى وفيولينات ثانية وفيولات وفيولونسيلات وكونترباسات، أوركسترا كبير. واعجب أن لم تتغلب كل هذه الآلات الكثيرة على المؤلف الموسيقي، بل استطاع أن يستخرج منها موسيقى متناسقة
تبدأ من الهدوء لترتفع رويدا إلى الذروات القوية، إلى الكليماكس، وليست كثيرة في هذه القصيدة. وبما أني أفضل أن نستمع إلى هذه القصيدة كاملة مرة واحدة دون تجزئة أو تغطية، لأنها في الواقع سهلة بسيطة، فإنني أكتفي بتحليل خط سيرها، وأرجو أن يعتمد السامع على ذاكرته في متابعتها. المهم أن يتذكر الصورة بتاعت بيركلي: بحر هادي، فلوكة فيها واحد بيقدف، فيها نعش، فيها واحد واقف جنب النعش، ما نتبينوش ايه، قسيس ولا ايه، في جزيرة حزينة، أشجار السرو، جونة، والمركب متجه إليها. كل هذا الجو، بس كل المطلوب منك إنك تتذكره في الحقيقة. تبدأ القصيدة سيمفونية بطيئة في وجيب خفيض، وفي مقام لا من الديوان الصغير. ويستعمل رحمانينوف في البداية الطبل والآلات الوترية مكتومة كون سورديني، يستعمل الأربا في أوتار القرار، ثم يبدأ لحن متماوج على تشيلو ينهو إلى تصوير أمواج، الأمواج التي تتنفس هادئة، الأمواج التي تعانق شاطئ الجزيرة مثلما تعانق أصوات الكورنو والباس كلارينيت والكونترافاجوتو لحن الشيلو. ولحن الشيلو لحن هام على طول القصيدة، تبدأ به وتختم به، ولكنه ينفتح إلى لحن للنفير يزداد قوة بانضمام النحاسية الأخرى إليه، في لحن يشبه أو يذكر بنشيد الموتى في القداس الجنائزي، وهو اللحن الغريغورياني القديم الذي يشير إلى يوم القيامة، واسمه ديس إيري، أي يوم الغضب. وتسرع الموسيقى وتعلو، ثم تعود إلى البطء والهدوء لتستأنف الارتفاع إلى الذروة الأعلى في القصيدة، قبل أن يعود لحن الشيلو المتماوج إشارة إلى صورة البحر وهو يحتضن الجزيرة التي تنضم على جثمان المتوفى أخيرا في ترابها. ويحق للسامع أن يتساءل عن تلك الذرة الصوتية، ذلك الضجيج، ذلك الارتفاع. ماذا تعني تلك الذرة الصوتية في قصيدة تصور بحرا هادئا وجزيرة حزينة وجنازة يشيعها واحد في قارب يتحرك وئيدا بمجاديف المركب؟ وهنا أحب أن أقدم لكم تفسيري، أو أقدم لكم تفسيرا لهذه القصيدة السيمفونية لم أره أو أطالع في الشروح التي تحت يدي. إن القصيدة لا تنقل مجرد صورة لمصور، لا تنقل مجرد صورة أرنولد بيركلين، ولكنها أكثر من ذلك تعبر عن انفعالات رحمانينوف بالمنظر وما يوحي به ذلك المنظر. يجب أن ندرك المقابلة الفنية بين هدوء البحر وسكون الجزيرة، وبين عواطف الموسيقي الجياشة حيال ما توحي به نهاية الإنسان بعد حياة حافلة بالصراع والأماني والنجاح والفشل، وما ينتظره في اليوم الآخر من ثواب أو عقاب. ثم يعود الموسيقي بعد هذا إلى تصوير خاتمة كل حي، وإلى ضجعة ابن آدم الأخيرة تحت الثرى ترابا، وإلى التراب يعود.